كيك صحي دايت مع الشاي للفطار الصبح أو للعشاء، هش وخفيف على المعدة بدون أي نوع دقيق أو أي مادة دهنية، بأقل سعرات. القطعة الواحدة فيها 80 سعر حراري بس، مكوناته بسيطة جدا وطريقته سهلة وطعمه آخر لذيذة. مفيش كلام، يلا سوا نعرف مكوناته ومقاديره. عندنا في بولة ونحط فيها 3 بيضات ومعلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة كبيرة من أي سكر دايت أو 3 معالق كبار من العسل. هنربهم كويس وبعد كده بنضيف كوباية من مطحون جوز الهند وعليها معلقة صغيرة من البيكنج باودر. والكوباية هنا عندي كانت حوالي 350 ملي، يعني لو كوباية 250 ملي هتبقى كوباية وتلت، لكن أنا الكوباية عندي كبيرة حطيت كوباية واحدة، لكن لو حطيت كوباية عادية هتبقى كوباية وتلت كده من مطحون جوز الهند. هتجيبوا جوز هند عادي وتطحنوه، وبعد كده قالب ونحط فيه ورق زبدة زي ما انتوا شفتوا كده، وبنحط فيه الخليط بعد ما بنكون قلبناه كويس كده. وبعد كده بيدخل فرن ساخن مسبقا على حرارة 180 من 30 ل 35 دقيقة على الرف اللي في النص. وده كده شكله بعد ما استوى. نطلع منه ورق الزبدة، هو يطلع معانا بكل سهولة، بتقلب معانا بكل سهولة. طالع بقى بجد الريحة خطيرة يا جماعة مع الشاي، حاجة آخر جمال وآخر لذاذة. هيعجبكم إن شاء الله جدا جدا، بس ضروري اللي جربه ما ينساش يقول لي رأيه في الكومنتات. وما تنسوش لو عجبتكم الطريقة اللايك والشير والمتابعة عشان يوصلكم كل جديد حبايبي، وبألف هنا.